تاريخ هناك كده. بسم الله والحمد لله. أنا النقيب المتمرد على غادة وساسة الجيش الفاسدين وشرذمة فلول الكيزان النقيب سفيان محمد زين بريم. نحن الليلة في ضيافة الأخ والبطل الشجاع الغايد الميداني سعادة المقدم عبد الرحمن البيشي وجنوده وأشاوسه الأبطال. طبعا يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتكبر في عين العظيم العظائم. ألا إن كل شيء ما خلى الله باطل، وكل ملك لا محالة زائم. وأهلنا بيقولوا يعني الرجال بتتعرف وقت الحاجة. ده طبعا الأمثال دي يعني ضرب لنا وطبق لنا أخونا البطل المقدم عبد الرحمن البيشي، وسطر لنا يعني نموذج تاريخي من الرجالة يعتدى به هو وأشاوسه وأبطال معه من أشاوس متحرك النيل الأزرق أو قوات النيل الأزرق. نحن معانا الآن في السانحة دي الأخ أبو اللمين. طبعا هو حضر الصول، لكن نحن بنعتبره اخونا في النضال ضد فلول الكيزان. الله اكبر الله اكبر، الله يديك العافيه. فالرجال بتتعرف قالوا وقت الحاجه، وانتوا يعني كنتوا خير مثال للرجال اللي ثبتوا مع السيد غايب قوات الدعم السريع في زمن يعني هو كان في امس الحوجه له للرجال الحقيقيين. وانا ما بعتبر انه يعني الناس اللي فاتوا من الجيش او الناس اللي انشقوا منه ديل هم قسموا ظهروا، لا دي نعمه هي انه ربنا سبحانه وتعالى يعني كشف له. لانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واما الزبد سيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس سيمكث في الارض. فانا بعتبركم انتوا اللي بتنفعوا ان شاء الله القضيه، وبتنفعوا السودان وبتنفعوا السيد الغايب، لانه انتوا قعدتوا معاه وما قعدتوا معاه في الخرطوم، انتوا كبرتوا المشاغل، جيتوا من ولايه النيل الازرق لحد ما دخلتوا هنا. بالرغم من انه في ناس كتار يعني خانوه وباعوا القضيه، سلموا عربات وينشقوا فاتوا لصفوف الجيش. فيه الناس فاتوا جبن منهم، وفي ناس اصلا كان دارعين الكيزان داخل الدعم السريع عشان يشتغلوا نشاط هدام، ما عشان يقيفوا مع قوات الدعم السريع. نحن المعلومات دي كلها عارفينها. فانتوا والله يا اخي ضربتوا مثل يعتدى به من الرجوله ومن الثبات ومن الشهامه، ودي وصول الرجال. يعني انت الراجل بتاكل معاه البارده بتاكل معاه الحاره، ما بتفوتوا في حاره نايم. ما في كلام. فيا اخي والله كلمات يعني نحن نشكركم بها ونقدركم بها ما بنلقاها، بس نحن بندعو ربنا انه هو يعني اللي يسيبكم جزاء حسن. ودي والله شيمه نحن يعني التمسناها من اسود النيل الازرق كلهم في قوات الدعم السريع. لكن نحن يعني البهير في الامر انتوا يعني كيف تكبدتوا المشاغل دي، طلعتوا من ولايه النيل الازرق هناك الفرقه ملانه بالجيش وملانه بالطوابير، لحد ما انتوا يعني سلكتوا ياتوا طريق، وكم من المعاناه انتوا تكبدتوها لحد ما وصلتوا هنا الخرطوم. واول ما جيتوا الخرطوم في الحاجه الجميله، انا كنت قاعد يعني انتوا طوالي شاركتوا في المعارك، اللي هو اول معركه الدفاع الجوي انتصرتوا فيها، استلمتوها الحمد لله. فنحن يا اخي دايرين انك تسرد لنا يعني القصه الجميله البطوليه دي، توثقها لنا، لانه في النهايه يعني لا يعرف قدر الرجال الا الرجال، وده قدركم انتوا. نحن يعني لازم نحفظ لكم، والاجيال لما تجي ذاته يعني تلقاه بتعرف انه قيمه الرجال كيف، ومفاهيمهم كيف، ونظرتهم للقضايا كيف. نحن بغض النظر عن قضيه الدعم السريع، يعني هل هي قضيه حقيقيه او غير حقيقيه، معانا الحق ومعانا الباطل، ده حكم ثاني، نحن ما عندنا معاه شغله. نحن مؤمنين بقضيه السيد الغايب وداعمينه لها، لكن انتوا فضلكم ده براو كون براو انه انتوا ثبتوا واتكبدتوا المشاغل وجيتوا. فاتفضل، انا ما دار اطيل الحديث عشان تسيب الناس. السلام عليكم كل اهلي وعشيرتي في السودان، كيف حالكم واخباركم وصحتكم؟ نحن بخير والله الحمد لله، ونشكر اخونا سفيان
جينا الان في ديارنا والله في نص قوتنا اللي هي قوة عبد الرحمن حميد البيجي، قطاع النيل الازرق. ونحيي من هنا تحيه حاره شديد للسيد الغايد محمد حمدان، الرجل الصادق والرجل الامين، واللي هو يظل ان شاء الله نور للسودان ان شاء الله. طيب سالتني انت سفيان والله عن الحصل في الدمازين والحصل كله في الدمازين، اللي هو والله ما في وفقاء من الغادات بصراحه. والله عبد الرحمن حميده اوفى شديد للسيد الغايد وكتر خيره والله، وصل من واجبه المفروض يعمل الكلام ده. انا كنت في النيل الازرق، انا بتكلم لك، انا كنت داخل النيل الازرق. حتى الجيش اوريكم جزء من كسب الجيش، هم ناس كاسبين كيف. يعني احنا قاعدين في المعسكر، جانا عميد متحرك بغير العميد اللي هو بدبابات وجميع اسلحتهم كلها المدعومه. يعني احنا في معسكر بيقول له اليو ان في الدمازين، احتمال في ناس بتعرف. والمعسكر ده من غير نحن نعلم اي حاجه، كله كده داير ما يدور، كبرنا عديل كده صندوق. الحاصل شنو، جينا مارجين برا، قاموا سردوا لنا اللي هي اشاره كاذبه، قالوا السيد الغايد محمد حمدان يطلع اشارات لجميع القطاعات يسلموا السلاح. وفي غايد كان في القطاع، في قطاع النيل الازرق اللي هو يحيى ربنا يتقبله ويترحموا ويستشهد معانا هنا في الاحتياط المركزي، وربنا يجزي مهله ان شاء الله بالصبر. كان مبيعه برضه ما عنده طرف في الموضوع، اللي هو معنا بعض الغادات من الجيش، ما في داعي نذكر اساميهم، نخليهم للدنيا بكره توريهم الحاصل شنو. كانوا واقفين على راس القضيه، هم اللي باعوا القضيه. لحد ما انا طلعت تليفوني، اتصلت على بعض الغادات في الاستخبارات تابعين لنا، واللي هو غايد ثاني، سلام عليكم يا جماعه، اللي بيحصل 1 2 3 مباشره مسلح. وانتوا قبل الناس دي ما يجونا بساعه جيتونا قلنا لكم في مشكله في الخرطوم، قلتوا لا المشكله صح، في مشكله في الخرطوم، لكن احنا مشينا للسيد الغايد ربيع جنبنا معاه في النيل الازرق، نتجاوز قصه انه المشكله دي في الخرطوم. يعني احنا انتوا في معسكركم يعني احنا في معسكرنا، زول يصل زول مات. انا اول واحد كنت ما مؤمن بالكلمه دي، لانه عارف ما هو منطقيه. يعني هناك الغادات بيتقاتلوا ونحن هنا نقعد بكل بساطه، ما منطقيه. طلبت منهم انه جزء من الامداد ويستعينوا بي ويوقفوا العربات وناقصه وقود تتفول، اكون واقف على رجلي، يعني لو جات اي حاجه اكون جاهز. هم ترى الناس دي اصلا بايعين الموضوع ده، بيجوا يتجاوزونا، جاي يقول لي هاي بعدين وهاي، لحد ما اخر التليفون قفلوا تليفونهم. ديل جابوا لي الاشاره دي كاتبين في الورقه، يا اخي جابوا لي مذكره، يا تسلم 10 دقائق يا بيتكم. الغلط المعينه والله خلاص جنيت منهم، فقدت الامل فيهم. وانت طلعت تليفوني، اتصلت للسيد الغايد عبد الرحمن حميده جزاه الله خير، هو كان في سنجه ماسك التدريب كتر خيره، وكان زول يعني اداني شجاعه، قال لي ما تسلم نهائي ولا انت رايك شنو؟ قلت له انا ما عندي راي، ما انا في النهايه عسكري وقوفي والتعليمات. السيد الغايد شغال ما سلم الاشاره دي كاذبه، قال لي كاذبه. انا مرقت من داخل الدوازين، ضربت معهم جوليين ومرقت الحمد لله رب العالمين، ما عندي اي خسائر والله، ما ده الا هم كانوا خسروا. وصلت لقيت عبد الرحمن حميده جزاه الله خير، عانى شديد والله. قام على حسب فكرته وقيادته العاليه، اختار انه احنا نمشي جنوب السودان. ليه؟ لانه كنا محاصرين من جميع الفرق. يعني عندك الفرقه 17 سنجه، والفرقه الرابعه النيل الازرق، واللي هي كوستي النيل الابيض وسنار، كنا في النص. قال نمشي الدمازين، نحن كنا ضعفا في اعدادنا وحاجاتنا، لانه مرقنا كنا ما مرتبين ومخازننا وذخائرنا. كل الغادات في النيل الازرق اللي هو والله بصراحه انا ما بعرف، الخاف خاف ولا التابع للجيش تابع، ما في زول ظهر في الساحه تماما. سلموا الناس زي الاعداد ده كامل تمام شامل. مرقنا نحن لعبد الرحمن اللي هو عربات عبد الرحمن حميده كلها في عصمته بيتولى على من قريريسه لحد ما نحن التابع اللي زاد في الغوه، ما في زول سلم. مرقنا بجميع اعدادنا لقيناه واصرينا معاه ونوفي له تماما لاخر قطره في دمه، وللان نحن حنوفي بالكلمه اللي قلناها دي. الله اكبر، ما عندنا مشكله. ومشينا مع عبد الرحمن والله، وعبد الرحمن جزاه الله خير بعد ما طلعنا من الجنوب استدرجنا بكل قيادته بافكاره، وجنابه حموده وعلي الحبيب ودفع الله رحمه جزاهم الله خير يا اخي. وبعض الغادات اللي هو طلبه حربيين وقفوا معانا، وبعض الاشاوز الناس الصمد والله في القضيه. ونشكر جزء من الناس معانا كانوا في اذونات والله، وجدوا ارانيكم جونا وصلونا، وتوازرنا الى ما وصلنا الخرطوم الحمد لله تمام، وفل ما عندنا اي مشكله الحمد لله. وصلنا السيد الغايد، اديكم من الشيء خلانا نحن نوفي ونغامر بارواحنا للسيد الغايد. والله العظيم السيد الغايد ده نحن من قبل تقوم المشكله دي عرفناه انه زول صاحب قضيه، وزول بيحب السودان،
وزول بيحب ابناء الهامش وعنده ولاء لينا. يعني السودان ده كل الناس تكون سوا، ما عنده عنصريه والله جواه. اقسم بالله لو كان عنده ذره بتاعت عنصريه، نحن وناس مسلمين وناس مؤمنين تماما ما بنقبل والله، ما بنقبل نهايه. ده السبب اللي خلانا نحن نقيف تماما، وحتى هسه للان نقيف، اقسم بالله نقيف لاخر نفس. الله اكبر. ونشكر والله سفيان شديد ادانا حماس، واقسم بالله جانا من الجيش ونحن نقول له ابشر بالخير. ابشر والله انت حميتي وحميتي انت، وانت قائدنا، وانت البيشي والبيشي انت، ونحن ما نغزلك في اي زمان. اقسم بالله والله نفس ولو نفس الالوف اللي عملنا للبيشي واللي حميتي حيكون لك اقسم بالله. هناك في اصفق الظروف ما في عوج، وابشر بالخير ان شاء الله والنصر قريب والله. نشكر اخونا والدلمين، حضر الصور والدلمين. والله يا جماعه ده طبعا معدني، الموضوع ده طبعا ما بيتدرس ولا يعني الزول بيكتسبوا بالكلام، ده معدن داخل الرجل، يعني الرجوله دي. وزي ما قلت لكم بغض النظر عن القضيه، يعني انت زول اكلت معاه الحلوه بتذوق معاه المره زي ما قال جناب عبد الرحمن البيشي. لكن الخزي والعار للناس الجبنة من الجيش الزمن الحارة، خذلوا السيد الغايد وفاتوا. زمن الباردة كان بيتمتعوا بأمواله وبمكاسيه يعني هو ما قصر معه، نزول كريم يعني يده معطاء. لكن في النهاية ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. السيد الغايد هو كان يعني بيتمنى انه يكونوا هم خادمين للسودان وللقضيه، لكن هم خادمين لمصالحهم واجندتهم واحزاب ومفاهيم. لو كانوا خادمين القضيه كان سبب كان نجح. فنحن بندي رساله للسيد الغايد، نقول له ولا يهمك والله ان شاء الله الرجال قاعدين موجودين معاك ان شاء الله، وفي الصفوف الاماميه باذن الله. والمشي ديل والله والنصر ما رجال، فلا تأسف ولا تحزن على غدر الزمان. ونشكر اخواننا في الاعلام وكل الاشاوس، شكرا لهم.